السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد، والنهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد ووصفة جديدة. هنخلل مع بعض البسارية، هنعمل بسارية مملحة كده 3 أيام بالظبط هتاكلوا منها حاجة كده، يعني 10 على 10. بصوا، قنبلة أوميجا 3 وكالسيوم وفيتامين د، يعني مش عايزة أقول لكم، ورخيصة، يعني مصدر رخيص وفي نفس الوقت غنية جدا بالكالسيوم والفيتامين د والأوميجا 3، وحلو قوي قوي. عندنا طريقتين نقدر نخللهم بيها، يا اما تخليها سليمه زي ما هي زي ما انا عملت كده، يا اما تشيلي الراس بالبطن وتخليها تكون جاهزه عشان تاكل على طول. لو خللتيها بالطريقه دي سليمه، هنشيل بس الراس هي بتطلع بالاحشاء بتاعتها كده، وناكل السمكيه كلها على بعضها بالشوك بتاعها اللي هو سلسله الظهر دي، لان فيها كالسيوم. حلوه قوي 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 يا جماعه، هتعجبكم قوي. ده شكل البسارية لما بنشتريها دلوقتي، ده الموسم بتاعها، وحوالي سعرها ما بيزيدش عن 20 جنيه. كانت زمان ب5 جنيه وب10 جنيه، بس دلوقتي بقى طبعا يعني بعد غلاء الأسعار بقت ب20 جنيه. علشان نخللها، كيلو البسارية هياخد معلقة شطة، معلقة معلقة بابريكا، و3 معالق ملح، مش مليانين قوي. تمام، ده مقدار لكيلو واحد من البسارية. طيب لو انتي مبتحبيش الشطة، ممكن تحطي نص معلقة شطة لان هي مادة حافظة، وحطي معلقة كركم، هيديكي لون حلو اصفر كده، ما تبقاش لونها احمر زي ما انا عاملاه. تمام، يلا بينا بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه. بعد ما غسلناها بنسيبها يوم بليلة تنشف خالص، مش عايزة عليها اي مية. حطيها في مصفى وتحتها كده طبق تصفي كل ميتها. خلاص، لو الجو حر دخليها التلاجة عشان ما تبوظش منك. المهم تكون في مكان متغطي بعيد عن اي دبان ولا حاجة. بعد كده هنشفها كده بالمنديل زي ما انتم شايفين، عشان مش عايزة فيها ولا نقطة مية. بعد ما نتأكد بقى انها نشفت خالص تمام وظبطناها كده، هنحطها في الطبق بقى اللي احنا هنقلب فيه الملح والشطة عليها. طبعا لو انتوا هتعملوا اكتر من كيلو، ضاعفوا الكمية اللي انا قلتها لكم دي. احط بقى الملح بالشطة بالبابريكا بتاعتي، واقلب كويس كده بالحلة او بالطبق اللي انا بعمل فيه. قلبيها كويس جدا عشان ما تتهرش منك. تمام، خلي بقى الملح كده يغطيها كله او يتغلغل فيها كلها. وفي ممكن تعمليها بطريقة الطبقات، يعني طبقة بسارية وطبقة ملح طبقة، بس هي مش مستاهلة طبعا لان هي حجمها صغير، وانا مش، لو بتخليلي سردين مثلا اعملي كده، انما دي قلبيها احسن مع الملح والشطة كده كويس جدا لغاية ما يتغلغل كده في كل السمك. وتجهزي بقى العلبة بتاعتك اللي هتخللي فيها، او برطمان ازاز. بصراحة انا بقى كنت هخلل في العلبة دي، بس بعد ما حطيتها لقيت حجمها يعني العلبة كبيرة عليها، فطبعا عشان ما يخشهاش هوا وعشان تتخلل معاكي بطريقة نظيفة، لازم يكون المقاس بالظبط مقاس الحاجة. فبعد ما حطيتها نقلتها تاني في برطمان ازاز. عاوزة اقول لكم بقى انها كمان بتتعمل البسارية دي مقلية، بتبقى والله العظيم اجدع من الجمبري، طعمها بيبقى خطير. بتشيل الراس بالبطن كده، وبتحطي عليها ليمون وكمون وتنقعيها كده شوية. بعد كده تحطي بقى تحطيها في الدقيق، تكوني حاطة على الدقيق نشا وملحاه كمون وفلفل وكركم. وبعدين تنزليها بقى ايه، تقليها. بصراحة بتطلع خطيرة. ان شاء الله هعملها لكم مرة برضو علشان تشوفوها. الناس يعني بتتقدم في المطاعم كسناك كده جنب الاسماك، وحلوة قوي يعني. اعملي بقى جنبها شوية رز وبصل اخضر كده، وحاجة جميلة يعني. طبعا بعد ما حطيتها كده زي ما انتوا شايفين في العلبة، بصوا انا لقيت ايه. طبعا بحط الزيت اهو على الوش، لقيت العلبة كبيرة قوي عليها. فطبعا غيرت العلبة، او بصوا مسافة قد ايه في العلبة، فما رضيتش اسيبها فيها، خفت عليها تبوظ. فقلت جبت برطمان نضيف تمام، تكوني معقمة كويس. تمام، وحطيته عبيت فيه البسارية بتاعتي، خدت البرطمان كله. تمام، ننضف بقى الحرف بتاع البرطمان كده، ونظبط كده الحاجة بتاعتنا عشان تبقى نظيفة كده، ومش مش عليها بواقي اي حاجة. خلاص، واحط بقى شويه زيت من على الوش عشان يمنعوا لي اي هوا ولا حاجه يبوظ لي البساريه بتاعتي. وهغطي
البرطمان بقى، كيس سندوتشات بستريتش راب، اي حاجه اللي موجود عندك، المهم ايه حطي. انا حطيت على الوش كده رشه كده من الشطه لاني بحبها حراقه، فيعني ايه زودت شويه لان انا كنت حاطه معلقه مش مليانه، معلقه صغيره شويه. هقفل بقى بالاسترتش زي ما انتم شايفين كده، بصوا، واحكم عليها القفل كده اهو، عشان لما احط الغطا تضمني ان مفيش اي هواء يوصل لها خالص. تمام. بس قوليله بقى ايه بالسلامة. 3 ايام تحطيه على في ظرفة مطبخ من الظرف بتاعتك اللي بتستخدميهاش من تحت. تمام. 3 ايام وافتحي عليه، 4 بالكتير، هتطلعي بقى وهتاكلي احلى بسارية. بس المهم في كل يوم اعمليه الحركة اللي انا بعملها دي، اقلبيه ورجعيه، اقلبيه ورجعيه. ايوه كده، كل يوم اعمليها مرة. وريتكم بقى النتيجة بعد التخليل في اول الفيديو، مش هطول عليكم تاني. زي ما انتم شايفين كده، بصوا والله العظيم يا جماعة تتاكل حاف، وما تخافوش مش حادقة خالص، الشطة مش مخليها حراقة ولا الملح، مظبوط جدا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، متنسوش لايك وشير والاشتراك في القناة.